السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو تغطوا لي لايكات كتير وشجعوني، هنزل لكم كل جديد. اول حاجه كده، لما نزلت فيديو عن فراخ التسمين او الفراخ البيضه وقلت لكم يا جماعه انا دلوقتي بعمل لهم خلطه كذا كذا كذا، ناس كتير جدا قالت لي مش هتشيل وزن معاكي. كان الفيديو من اول امبارح، كان عمر 34 يوم الفراخ. النهارده الفراخ عمر 37 يوم. كنت وزنه معاكم، وكان في فراخ 2 كيلو و100 و2 كيلو و200 و2 كيلو ونص و2 كيلو 600. تمام، كان تقريبا اكتر حاجه 2 600 او 2 700. عايزه اقول لكم بصوا بقى الفراخ بتاعتي، والله العظيم الفراخ بتنقي الدشيشه والرز المطبوخ، دي اكتر حاجه بياكلوها. حتى شويه العلف الناعم اللي انا بضيفهم الصغيرين لقيتهم سايبينهم. حتى دلوقتي بيعملوا ايه بقى؟ بينقوا العيش. يعني دلوقتي هقرب لكم كده، شوفوا الفراخ بتعمل ايه. بتنقي العيش دلوقتي وسايبه العلف الناعم، مش عايزه تاكله. خلاص الفراخ بتاعتي اتعودت على الاكل اللي انا حطيته لهم من عمر 26 يوم. ناس هتقول لي طب هم هيحولوا وزن كويس، هيبقى وزنهم عالي. النهارده هنوزن، جبت لكم الميزان معايا اهو الصغير، وهنوزنهم مع بعض ونشوف في اليومين دول حولوا وزن وبيزيدوا ولا بيخسوا. وكمان الناس اللي بتقول لا ده الفراخ ما تعرفش تاكل الحاجات دي، والله ما بتاكل غيرها. بصوا اهو، هقرب لكم الكاميرا دلوقتي وهتشوفوا العيش. سايبين العيش وسايبين سايبين العلف الناعم وبواقي العيش. ولما خلصوا، هم بيحبوا الرز المسلوق قوي. الناس اللي قالت هو ينفع نحط رز ني من غير ما يبقى مسلوق؟ هو ينفع عادي جدا، بس انت لما بتحطي الرز مسلوق بيساعد على الهضم، يعني بيهضم معاهم على طول. ما بيركنش في بطنهم، وكمان ما بيعملش اسهال لانه بيبقى طلع كميه النشا اللي فيه كلها، ما بيعملش عندهم اسهال. بالعكس ده بيعمل ربط للمعده، يعني ما بيخليش الفرخه يجي لها اسهال خالص. فالافضل ان هو يتسلق. وكمان حاجه تانية ان بيزيد الضعف. يعني لو انت هتفضلهم كيس رز كده كيلو، في ناس كتير قالت الرز الفلبيني ينفع طبعا، لانه طبعا اغلب الناس عندنا هنا ما بتعرفش تاكله ولا بتعرف تتعامل معاه اصلا. الرز الفلبيني ده انا واحده من الناس جبته وما عرفتش، ولادي ما رضوش ياكلوه وما عرفتش اتعامل معاه اصلا. فبرضو عملت نفس الكلام معاه، ما جبت 5 6 اكياس ما عجبوناش اكله، فخلاص متعودين على الرز المصري بتاعنا. في كمان حاجة اسمها رز كسر، بيجي من عند العلافين او من عند تجار الحبوب. الرز الكسر ده بيبقى رخيص جدا، بيبدأ سعره من 6 جنيه لحد 8 جنيه. يعني ممكن تجيبيه ب6 جنيه، ب5 جنيه، ب7 جنيه، ب8 جنيه، على حسب بقى الاماكن اللي انت فيها. انا كنت جايبه رز كسر وكنت جايباه على 8 جنيه. تمام، بعدها حد اتصل عليا من الناس بتعامل معاهم، باخد منهم قشور فول وباخد منهم اعلاف وحاجات كده. قال لي عندي رز كسر ب6 جنيه، وجبت منه برده رز كسر ب6 جنيه، بس له سلقه على النار، اللي هو بحطه على النار وبحط عليه ميه مغليه واسيبه يغلي 5 دقايق على النار وبطفي عليه وخلاص، يبقى اتسلق سلقه حلوه كده. ولو عندي بقى شوربه باقيه من فراخ او من البط او اي شوربه بسلقه فيها، خساره يعني، بدل ما تترمي كتير عندنا بيفيض شوربه فبنرميها، لا بروح سلقاه فيها. الفراخ بتاعتي اهي، بصوا بتنقي العيش ازاي. ندخل كده، مش عايزه اخوفهم عشان ما يسيبوش الاكل. طيب الناس اللي ما سمعتش الفيديو دوكا ومش عارفه يعني ايه الخلطه يا جماعه عباره عن عيش اهو. انا بحط كيلو من العلف الناعم عشان ما عنديش علف خشن، مش هجيب علف خشن اصلا تاني ليهم، انا موقفاهم على العلف الخشن من زمان. فعلف ناعم، بجيب علف ناعم. بصوا شايفين الفرخه بتاخد اللقمه بتاعت العيش اهي كلها وبتاكلها اهي، شايفين؟ يعني ما بتاكلش العلف الناعم، لا ده بتمسك لقمه العيش وبتاكلها حتى متقطعه كبيره. كنت مستعجله وقطعتها كبيره. الخلطه بتاعتي عباره عن كيلو من العلف، وحوالي كيلو او كيلو ونص من العيش، وكيلو من الدشيشه، وكيلو من الرز مسلوق. فبيطلع لي حوالي 3 كيلو بعد ما بيتسلق اصلا يعني. كيلو من العلف وكيلو من الدشيشه، كيلو من العيش، وكيلو من الرز. طب ينفع احط قمح بدل العيش؟ ينفع تحط قمح بدل العيش خالص عادي. احنا بنحط ارخص حاجه ممكن تقابلنا. بصوا الديك ده ما عادش قادر يقف على رجليه خلاص، هنوزنه دلوقتي كده. الناس اللي بتقولي تحتيهم ميه، مش تحتيهم ميه يا جماعه، هو المكان بيطلع رطوبه لوحده، فتحسي ان الارض فيها رطوبه لكن مش ميه رطوبه. طيب هاخد الميزان بتاعنا كده وهعمله. انا كنت بعمل لهم الخلطه دي، كانت بتقعد معاهم يومين. لل20 فرخ كانت بتقعد يومين. كيلو علف وكيلو تشيشه وكيلو عيش وكيلو من الرز. كيلو الرز بيعمل 3 كيلو بعد ما بتسلق.
فما شاء الله، فكنت بقلب كله على بعضه بيعمل لي جردل كبير حلو زي ما عملتها معاكم المره اللي فاتت. وبحطها لهم، بيحبوا الرز المسلوق جدا وبيحبوا المكرونه جدا جدا، سبحان الله ما تعرفيش ليه اصلا، يعني هم بيحبوها جدا. تعالوا شوفوا بقى البواقي من الاكل عندي ايه. اوريكم الكشاف اهو، بصوا اهو البواقي. عيش فركاه كده، بس كنت مقطعاه كبير شويه فعشان كده يعني بياكلوه بس بصعوبه شويه، لكن هم كلوا. كنت ماليه ده على الاخر وماليه دي، يعني ماليه دي المفروض الخلطه بتاعتي بتكفيهم يومين، فالمفروض ان هم هياكلوا دي كده لحد المغرب، وهبدا ان انا اعمل لهم الخلطه مره تانية. ادي العيش اهو، كميه علف قليله على الخلطه كلها. بياكلوا بقى ينقوا رز طري، وبعد كده حتى الرطوبه اللي باخدها من الرز الطري بتبدا تنشف، فيتجمع العلف مع العيش في الاخر اهو. عيش طري وفرقاه اهو. هنشغل بس الميزان كده ونشوف الاوزان بتاعتنا بتزيد ولا لا، عشان الناس اللي قالت لي عايزين نشوف الاوزان بتزيد ولا لا. الميزان بتاعي بالشاحن عشان ما يبقاش في حجه بقى ونقول الميزان فصل شحن والكلام ده كله، فقلت لا تعالى بقى نصفر كده. انا عارفه ان الميزان التاني اللي هو الطبليه الكبيره كانت احسن، الشاشه بعيد والميزان بعيد فاحسن يعني. دلوقتي اهو صفرنا الميزان. تعالوا بقى نمسك فرخه كده ونشوفها. انا ليه حبيت اصور لكم دلوقتي؟ عشان الناس اللي قالوا لي الفراخ مش هتشيل وزن معاكي بعد الخلطه دي. انا يا جماعه بحطها من زمان، مش من النهارده، يعني مش من اول ما صورت لكم، لا ده انا بحطها من زمان. وكمان عايزه اقول لكم اصلا ان انا هذبح منهم بكره، فقلت يلا نوزن كده عشان هنلاقي الكبير بكره باذن الله، اللي هو يعتبر اكبر موازين فيه باذن الله، وهذبحه. انت قاعده ليه؟ هناخد الفرخه دي كده اول واحده، وكالعاده هنوزن وهنحط الناحيه الثانيه. بسم الله. فيه خليكي محترمه بقى. بصوا كله يعني بسم الله. لا اقفي خليك قويه. بصوا الميزان كله قدامكم، مش هفصل اصلا ومش هعمل مونتاج للفيديو يعني. ادي اهو 2 كيلو 430. تعالوا بقى انزلي. على فكره دي اللي كانت رجلها وجعاها، افتكرت انا بقى دلوقتي، دي كانت رجلها وجعاها اهي. 2 كيلو و400 حاجه و30، يعني داخله على 2 كيلو ونص. لو كلت شويه اكل كده هتبقى 2 كيلو ونص. ماشي تعالي انت كمان. بس بصوا تحس انه الفرخه لها هيبه كده، اللي هي بص الجناح تقيل، الجناح كبير كده وماسك نفسه مش طري ميه، والفرخه نشفت ما بقاش فيها نسبه دهون خالص، وما بقاش فيها نسبه ميه كمان في جسمها، فما شاء الله. تعالي بس اقفي كده محترمه. ودي كمان ما شاء الله 2 كيلو 620 جرام اهي. 2 كيلو 620 جرام. نشوف واحده ثانيه. بسم الله. كان في ديك هنا واقف، تحسوه كده اللي هو واقف في صعوبه يعني، مش عارفه اروح فين. هو ده. طب ناخد ده كده واستنى. طبعا كلكم عارفين اصلا ان كيلو الفراخ راح في داهيه. ان كيلو الفراخ دلوقتي عندنا في المحلات ب47 جنيه، اما تنفيذ البورصه ب40 جنيه و41 جنيه كمان. بصي الميزان مصفر اهو. يلا اقف خليك محترم. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. 2 كيلو 950 جرام. طبعا اول امبارح ما كانش فيه كده، كان تقريبا كده اعلى واحد كان عامل 2 كيلو و600 او 2 كيلو و700 في الحدود دي اهو. شايفين؟ ابعد لكم شويه، افصل لكم فلاش التليفون ممكن يكون مصنور. بصوا حبايبي 2 كيلو 948 جرام، يعني 2 كيلو 950، يعني خلاص داخل على 3 كيلو ان شاء الله، وانا بذبحه بكره باذن الله هيبقى 3 كيلو. ادي اهو على الخلطه بتاعتي، على خلطه العيش، ما جبناش حاجه من عندنا يعني، على خلطه العيش. بصوا اهو بياكلوا العيش بنقوه ازاي. بصوا اهو بيحبوه جدا، بيحبوا العيش جدا سبحان الله. بيحبوا العيش، بيحبوا المكرونه والرز جدا. ما بقوش راضيين ياكلوا علف بقى خلاص، علف مش راضيين. بس هكرر تاني واقول لكم يا جماعه الخير، ما تحطيش الوصفه دي الا بعد ما تغيري العلف خالص، يكونوا عشان يبداوا يحولوا معاكي وزن. انما ما تجيش وهم صغيرين كده تقومي حاطه الوصفه دي فتعدميهم. تعالوا نمسك فرخه تانية كده. انت بتاكل انا عارفه مش فاضي.
نوزن اخر فرخه معاكم عشان الفيديو ما يطولش. ويا رب الفيديو بتاعنا بقى يكون عجبكم. ده انت بطل، بصوا بطل والله بطل. لا تعالى انت بقى، لا ما تجريش. بصوا ميزان متصفر اهو. هنحط الفرخ بتاعنا ده ما شاء الله. بصوا مقارب للتاني اهو، 2 كيلو 870. لا ده حاجه زي الفل كده. ده الفراخ بتاعتنا على الخلطه بتاعتي اللي انا استخدمتها. الناس بتسالني طب الزبادي والحلبه المطحونه والعسل نستخدمهم، دي وصفه ودي وصفه؟ لا يا جماعه، الزبادي ممكن تستخدمها على نفس الاكل اللي احنا بناكله لهم، ده عادي خالص. على نفس الاكل اللي احنا بناكله تستخدميه عادي خالص، تحطيه على نفس الاكل ده. ده ملوش علاقه بخلطه العلف خالص. بتنظف جسمهم برضو وبتديهم باور كده وطاقه حلوه جدا جدا، وبرضو بتزود معاكي في الوزن. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو غطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.